السلام عليكم. اليوم غنشارك معكم وصفات كتنفع للفطور وسهله وبسيطه. اول شيء عندي فطائر سائله او فطائر مقلات سهله وبسيطه. مكونات كما كتشوفوا عندنا فلفله حمراء، فلفله خضراء، كاشير، عندي معدنوس مقطع قطع صغيره وبيضه وشويه ديال الزيت مقطع قطع صغيره، والبيض عندي وحده بيضه، وعندي جوج ديال اكواب ديال الدقيق، وكاس ونص ديال الحليب دافئ. اول شيء كنبداو غنوضعوا الحليب ديالنا، من بعد كنضيفوا معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، وكنضيفوا رشه ديال الملح ورشه ديال السكر كذلك. كنخلطوا داك الخليط فقط بالمضرب اليدوي. سهل هاد الطريقه، سهله وبسيطه ديال هاد الفطائر، كذلك ما كتاخذش وقت. من بعد كنضيفوا بيضه ونخلطوا، وغنضيفوا التوابل اللي هي فلفل اسود، عندي ثوم بودر وعندي الملح كذلك، وغنضيفوا جوج اكواب ديال الدقيق كنضيفوهم بالراحه، كنقلبوا حتى كنحصلوا على واحد القوام كما كتشوفوا. يعني الدقيق ممكن تضيفوا كذلك جوج معالق او تنقصوا. واخر حاجه كنضيفوا ملعقه ديال الزيت، كنستمروا في التقليب، وهذا هو القوام الاخير اللي حصلنا عليه. بعد غنقوم باضافه الخضر اللي حنا مجهزينها، اللي هي كانت عباره على الكاشير، فلفله حمراء، فلفله خضراء، هنا الزيتون، البقدونس، ضفت كذلك الزعتر والموتزاريلا، واي نوع جبن عندكم، وضفت كذلك الجبن كريمي او اي نوع جبن عندكم مفضل. من بعد كنوضعوها في المقله بعد ما كنكون دهنا المقله بشويه ديال الزيت، وملي كتطيب كنقلبوها على الجانبين كما كتشوفوا. اهم حاجه كيكون منقصين عليها النار. وهالفطائر ديالنا جاهزين وسهلين كذلك، نتمنى يعجبوكم، ما كياخذوش وقت. ممكن تزينوهم، انا زيتهم فقط بشويه ديال البقدونس والفلفله. نتمنى تعجبكم وصفات اليوم. كذلك في هذا الفيديو عندي هذا البوست هذا يكون مجمع لبعض افكار ديال الفطور. هاد الفطائر كتجي طريه ولذيذه كذلك. دابا غنشارك معكم واحد الوصفه كذلك سهله وبسيطه للفطور، كتجي كذلك لذيذه وطريه، قوامها سهل وبسيط. تحليه كذلك كتعتبر تحليه سهله بسيطه. اول شيء عندنا كنجيبوا الباغيت كنقطعوا شرائح، ممكن يكون باغيت عندنا قديم يعني بواقي ديال الباغيت. كما كتشوفوا كنوضعوا شويه ديال الزبده او الزيت كندهنوا بها المقلاة، وكنرطبوا الباغيت. كنجيبوا عندنا جوج بيضات، غنضيف عليهم شويه ديال السكر والسكر فاني وشويه ديال القرفه، وكنضيف كذلك ملعقه ديال الحليب وكنخلطوهم جيدا. وغنضيفوا داك السائل ديال البيض على المقله. كما كتشوفوا ملي كيطيب كنقلبوها على الجهتين. من بعد كنطلعوها وغنسقيوها بالحليب المحلى، المكثف المحلى باش كيولي طري. وكنضيف عليها شويه ديال الكاكاو كما كتشوفوا في التالي. ها الشكل ديالها. اهم حاجه انها سهله بسيطه وكتجي كذلك لذيذه، كتنفع للفطور ومكوناتها بسيطه جدا. نتمنى تعجبكم وتجربوها كذلك. كتجي كذلك طريه من الداخل لانها كنكون سقيناها بداك الحليب المكثف. كذلك الطعم ديال القرفه مع الكاكاو كيجي الخليط زويون. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه وكذلك سهله وبسيطه. شكرا لكم.
ودابا نشارك معكم واحد الساندويتش سهل وبسيط كيجي كذلك لذيذ، ينفع الفطور ينفع العشاء. مكوناته جد بسيطه، واهم حاجه انه كيكون في البيت وكيجي لذيذ. اول شيء عندي كنجيبو الخبز، هذا الخبز السوري او الشامي كما كتشوفوا. غنضيف له شرائح ديال الجبن المتوفر عندنا هنا. ضفت انايا الجبن شيدر، وكنضيف شرائح ديال اللانشون، وكنضيف كذلك موتزاريلا. من بعد كنطويوه وغنوضعوه في المكنه ديال البانيني. بعد ما طوينا ممكن توضعوه كذلك في المقلاة اللي ما متوفرش عنده المكنه ديال البانيني. وبصحه والراحه، ها الساندويتش ديالنا جاهز، سهل وبسيط كذلك. نتمنى يعجبكم. الوصفه الثالثه عندنا كنحتاجوا الباغيت. من بعد ما كنقطعوه على هذه الطريقه كنحمصوه ممكن في الطوست او في الفرن او كذلك في المقلاة. من بعد ما حمصناه عندي واحد الخلطه انا مجهزاها قبل، هي عباره على الدجاج مقلي مع البصله والفلفل الالوان، وعندي كذلك الذره، والتوابل كانت عباره على فلفل اسود وملح وثوم بودر. هنا هاد الخلطه انا جهزتها قبل لانها كتاخذ وقت، وكذلك استعملتها في حشو ديال الحاجات تانية. من بعد غنضيفها فوق هذا الخبز اللي عندي، وكذلك ضفت غنضيف شويه ديال الجبن، اي نوع جبن عندكم مفضل. انا كنفضل الموتزاريلا. بعد ما غنضيف عليها الجبن كنوضعها في الفرن. فقط كنشغلوا الرف الفوقاني، وبالصحه والراحه. كتجي هذه بحال على شكل بيتزا، قوارب ديال البيتزا سهله بدون عجن بدون اي مجهود. نتمنى تعجبكم وصفه اليوم. انا حاولت نجمع لكم هذه الوصفات كلها في بوست واحد لانها سهله وبسيطه، وكتجي كذلك لذيذه ما كتاخذش مجهود. نتمنى تعجبكم الوصفه، وما تنساوش كالعاده اشتراك في قناتي واللايك، وتبارطاجيو الوصفات ديالنا. نهاركم سعيد وشكرا لكم.